قاعدين كده في أمان الله، لا في دماغكم حاجة ولا الدنيا مقلوبة، وفجأة بوم، زلزال يهز البلاط تحت رجلك، أو إعصار يخطف الغسيل من على الحبل قبل ما ينشف. طيب استنى، تخيل إنك نفس الشخص وقاعد برضه في أمان الله، وفجأة موجة غريبة تخبط في دماغك تخليك مش طايق نفسك ولا طايق أي بني آدم ولا حتى الكوكب اللي انت عليه. ده خيال ولا جو مؤامرات؟ لا يا كاريزما، وصاحبك هاروت عمره ما يهبد. في علماء محترمين جدا زي مايكل بيرسينجر اتكلموا عن حاجة خطيرة، إنك تقدر تحفز مناطق معينة في دماغ الإنسان باستخدام موجات كهرومغناطيسية، وده ممكن يخلي الناس تشوف رؤى غريبة، تحس بمشاعر قوية فجأة من غير سبب، تسمع أصوات محدش تاني سمعها. يعني باختصار الدماغ بيتلعب بيه زي الريموت كنترول. واللي جاي أخطر من كده، استناني في سلسلة السلاح اللي مش سري كل يوم الساعة 8 مساء على قناة هاروت إكس. كأن حد بيلعب بجهاز تحكم في الكوكب في الكواليس. في سلسلة من 6 حلقات هنعرف مين بيحرك العالم من ورا الستار، وسلاح ايه اللي بيخوف العلماء قبل البشر. تابعنا وهتفهم اللي محدش بيقوله. حضر فنجان القهوة الجميل ويلا بينا نبدأ الحلقة الأولى. ما هو سلاح هارب اللي مش سري؟ حضر نفسك للغوص في واحد من أخطر الملفات اللي اتقال عنها كلام كثير جدا، اسمه هارب. وده مش اسم فرقة روك ولا مشروب طاقة، ده برنامج علمي عسكري فضائي غريب الأطوار. الاسم بالكامل برنامج البحث النشط عالي التردد في الشفق القطبي، بس الاسم ده مجرد ستار. الحقيقي ده سلاح ممكن يقلب الدنيا حرفيا. العلماء بيخافوا من هارب لأنه بيشتغل على الطبقة العليا من الغلاف الجوي اسمها الأيونوسفير، ودي طبقة حساسة جدا. هارب يبعت موجات راديوية قوية تركز في نقطة واحدة في الأيونوسفير، وكأنك بتحط عدسة وتولع ورقة، بس الفرق إن الورقة هنا هي الأرض كلها. في علماء قالوا البرنامج ده بيعمل تجارب علمية محترمة، وفي غيرهم قالوا يا جماعة ده سلاح تدمير شامل، احنا بنلعب بحاجة أكبر من دماغنا. ناس زي الدكتور نيك بيجانيتش، عالم أمريكي وناشط بيئي، كتب كتب عن خطورة هارب، وقال إن الموجات اللي بيطلقها ممكن تتحكم في الطقس وتسبب زلازل وحتى تلاعب في عقول الناس. أيوة، عقول الناس. وبيتهيأ لك إن الكلام ده خيال علمي؟ طب اسمع دي. البرلمان الأوروبي نفسه سنة 1999 عمل جلسة رسمية ناقش فيها هارب، وقال إنه في احتمال كبير يكون بيسبب مشاكل مناخية. يعني مش احنا بس اللي بنشتم. استنى بس، دي كانت الحلقة الأولى ولسه في 5 حلقات جاية هتخليك تفتح عينك وتراجع شباك أوضتك كل ليلة. الحلقة التانية، إزاي هارب ممكن يتحكم في المناخ والزلازل والاستمطار في الإمارات والدول العربية. نخش بقى على الغويط، إزاي برنامج بيبعت موجات في السماء يتحكم في الطقس؟ ده بالسؤال اللي بيخلي كل اللي شافوا فيلم 2012 اللي بيحصل باختصار إن هارب بيوجه موجات راديوية قوية جدا للأينوسفير، وده بيأثر على حركة الجزيئات والشحنات في الطبقة دي. لما تتغير الجزيئات دي، الضغط الجوي والحرارة والرياح بيتغيروا، وده ممكن يؤدي لعواصف، فيضانات، جفاف، إلخ. وفي تجارب حصلت فعليا زي تجربة الاستمطار الصناعي في الإمارات. والله الإمارات من الدول اللي استخدمت تقنيات لتغيير الطقس، سواء بالاستمطار أو بتحفيز السحب، وده اتعمل فعلا ونجح، رغم انهم بيستخدموا تقنيات مختلفة عن هارب. بس الفكرة واحدة، اتحكم في السماء. أما عن الزلازل، في ناس بتقول إن الزلزال بيبدأ لما تتغير حركة الألواح التكتونية، ولو قدرت تغير ضغط الأرض من فوق ممكن تشجع الزلازل تحت. يعني تضرب موجة جامدة فوق منطقة زلزالية، الأرض تقولك بوم،
الحلقة دي انتهت، بس ما تقفلش، الحلقة الجاية هتكون عن زلزال حايتي واللي بيقال ان هارب هو اللي عمله. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام. الحلقة الثالثة، هل هارب تسبب في زلزال هايتي اللي حصل في هايتي سنة 2010؟ مش بس كان زلزال قوي، لا كان زلزال غامض، لأنه جه فجأة من غير مقدمات جيولوجية معروفة، ومعاه ظهرت أضواء غريبة في السماء. ناس صورت ومضات زرقاء قبل الزلزال وقالوا دي إشارات كهرومغناطيسية. طب مين اللي بيبعث موجات كهرومغناطيسية؟ صح، عمنا هارب اللي زود الشكوك. إن الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز طلع في تصريح وقال الولايات المتحدة استخدمت سلاح تجريبي لتوليد الزلزال ده. أيوة، التصريح ده اتنشر في جرايد رسمية. وزي ما قلنا، لما تضرب موجات في طبقة الأينوسفير ده بيأثر على الطبقات التحتية، وبالذات لو في صدوع زلزالية تحتها. يعني لو حد عنده النية يقدر يسبب زلزال، بس الموضوع كله على مسؤوليته. طبعا الحكومة الأمريكية نفت وقالت إحنا ناس طيبين وما نعرفش حاجة عن الحاجات دي، بس مين يصدق؟ انتظرونا في الحلقة الرابعة، ودي فيها لعبة نفسية كبيرة جدا، التلاعب بالعقول. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.
الحلقة الرابعة، هارب والتلاعب بالعقول الجماعية. دخلنا في الجد بقى يا نجمة الكوكب. هارب مش بس بيتعامل مع الأرض والجو، ده كمان بيخش جوه دماغك. أيوه، أبحاث كتير بتقول إن الموجات اللي بيطلقها هارب لو اتعادلت بترددات معينة ممكن تأثر على الموجات الدماغية للناس. يعني إيه؟ يعني لو ضربوا موجات بتردد معين ممكن تحس بانعاس أو توتر أو حتى غضب، وده مش خيال علمي، دي أبحاث منشورة فعليا. في علماء زي مايكل بيرسينجر اتكلموا عن إنك تقدر تحفز مناطق معينة في الدماغ باستخدام موجات كهرومغناطيسية، وده بيخلي الناس تشوف رؤى، تحس بمشاعر قوية، أو حتى تسمع أصوات. يعني ممكن هارب يستخدم كنوع من الحرب النفسية. في نظرية بتقول كده، إنك بدل ما تبعت جيش تبعت موجة تخلي الناس تخاف، تنهار، أو حتى تصور. وفي تجارب على جنود الأمريكان نفسهم في الثمانينات استخدموا فيها ترددات صوتية لتحفيز الغضب أو الخوف كجزء من تجارب السيطرة على العقول. ولسه الحكاية مكملة. ما تنساش الحلقة الخامسة الجاية، هنعرف فيها أماكن قواعد هارب حوالين العالم. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام. الحلقة الخامسة، فين قواعد هارب حوالين العالم؟ يا كاريزما الكوكب ويا نجمة العالم، تعال نلف كوكب الأرض بالعجلة ونشوف فين بيستخبى الوحش اللي اسمه هارب ده. ولا في أمريكا وألاسكا والحاجات دي؟ لا يا معلم، ده موزع نفسه زي شبكات التوصيل السريع، عنده قواعد في كذا قارة ومستخبي في أماكن لو شفتها على الخريطة هتقول ده بيتنطط علينا. أول قاعدة وأشهرهم فين؟ في ألاسكا يا نجم. في قاعدة اسمها جاكونا، دي بيتقال إنها المقر الرئيسي للبرنامج، فيها هوائيات قد البناية وشبكات بتضرب موجات في الآيونوسفير اللي هي الطبقة العليا من الغلاف الجوي. طب وبعدين؟ في كلام عن قواعد تانية في النرويج، قاعدة EISCAT. روسيا برنامج اسمه صورة مشابه جدا لهارب. وفي إشاعات عن قواعد سرية في الصين وكندا وأستراليا، وفي بعض المصادر بتقول إن في مواقع متنقلة كمان. إنما إيه؟ مفيش دليل رسمي واضح بيأكد كل الكلام ده. الحكومة الأمريكية بتقول إن البرنامج مدني لبحث العلمي وعادي جدا، لكن الباحثين المستقلين وبعض العسكريين المتقاعدين بيقولوا استنوا بس، ده مش بس للبحث، ده للسيطرة. والغريب إن القواعد دي دايما جنب قواعد عسكرية. يعني في ألاسكا قاعدة هارب قريبة جدا من قواعد الجيش الأمريكي. ده طبيعي ولا صدفة؟ ولا المعلم هارب عامل جمعية خيرية عسكرية؟ الله أعلم. وفي النهاية، فاكر لما كنا زمان بنلعب الغمضة ونستخبى في أوضة الضلمة؟ هارب بقى بيلعبها على مستوى كوكب. قبل ما تقفل الحلقة دي ما تنساش إن في جزء سادس وجامد جدا. ما
ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام. الحلقة السادسة: هارب بيعمل ايه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي؟ دلوقتي دخلنا على آخر محطة في السلسلة النارية بتاعتنا، ودي محطة من نوع خاص. احنا داخلين على تلج، صقيع، دب قطبي، وبطاريق لابسة اسكارف. أهلا بيك في القطب الشمالي والجنوبي، بس ركز معايا لأن فيه مفاجآت جامدة جدا. أولا، القطب الشمالي، هارب له شغل كتير هناك، وخاصة من خلال قاعدة ألاسكا اللي قلنا عليها قبل كده. لكن فيه نظريات بتقول إنهم بيجربوا إرسال موجات على المناطق المغطاة بالثلوج عشان يشوفوا تأثيرها على حركة الجليد، الطقس، وممكن كمان الزلازل تحت الجليد. يعني مش سايبين حتى التلج في حاله. وفي كمان ناس بتقول إنهم بيستخدموا القطب الشمالي كغرفة عمليات طبيعية، لأن الجليد بيعكس الموجات بشكل مختلف، فبيجربوا عليه حاجات ممكن ما تشتغلش في الصحراء. إنما القنبلة بقى القطب الجنوبي، أو كما نقولها بالإنجليزي أنتاركتيكا. في هناك قاعدة اسمها أموندسن سكوت ساوث بول ستيشن. بيقولوا إن فيها شغل هارب من نوع خاص جدا، ورغم إنها قاعدة أبحاث رسمية، ناس كتير بتؤمن إن وراها أسرار وملفات مغلقة زي فيلم إكس فايلز. الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة بيقولوا هارب بيجربوا هناك لأن مفيش سكان، محدش هيزعق، محدش هيقولك أنت بتعمل إيه. وفيه كمان نظرية بتقول إن هارب بيشتغل مع أنظمة تانية في القطب الجنوبي عشان يخلقوا حاجات زي بوابات أو مناطق طاقة غريبة. وده يرجعنا للأساطير القديمة اللي بتقول إن في حضارات كانت مستخبية تحت الجليد من آلاف السنين، واللي بيقولوا كمان إن في مدن تحت أنتاركتيكا بتستخدم الطاقة دي. إن فيه صور انتشرت من أقمار صناعية لموجات غريبة طالعة من مناطق نائية في القطب، ومع إن وكالة الفضاء بتقول إن ده تداخل إشارات أو ظاهرة عادية، الناس ما صدقتش. وفي النهاية القطبين بقوا معمل تجارب مفتوح بس مقفول علينا إحنا. ودي كانت الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة سلاح هارب. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.
في حاجات حوالينا محدش عايزك تعرفها، أماكن مش مسموح تدخلها، معلومات متشالة من الكتب، وتواريخ اتحرفت قصداً، تاريخ اتكتب بدماغهم مش بالحقيقة. في القناة دي احنا بنقلب في الدفاتر القديمة وبنكشف لك أسرار ما وراء الكواليس. لو مهتم تدخل معانا العالم ده، دوس لايك واعمل اشتراك وخليك جزء من عالم هاروت. وبص يا صاحبي، مش فيديو عادي، ده كأنك داخل رواية، بس الفرق ان الرواية دي حقيقية اكتر من حياتنا نفسها. يعني لو انت بتتفرج على الفيديو ده من دولة نامية، فحب اقولك انت داخل في الليستة. والله في خطة كونية مدروسة من سنين، هدفها إبادة ناعمة هادئة شيك مفيهاش صوت رصاص، بس نتيجتها كارثية. اسحب نفس عميق وحضر مشروبك الجميل وخلينا نبدأ. المليار الذهبي وال7 مليار اللي مش على مزاجهم. الخطة بدأت من زمان جدا، تحديدا مع بداية صعودنا يعرف بالنظام العالمي الجديد. الناس الحلوة اللي فوق اللي بنسميهم مجازا النخبة العالمية قعدوا في اجتماعات سرية وقالوا ببساطة الكوكب مش مكفي ولازم نعمل رجيم سكاني، يعني نسيب لنا مليار بني آدم عايشين زي الملوك والباقي يتصرف. مين هم الباقي؟ احنا أهل العالم التالت، الشعوب اللي شغالة أربايو براكتيشنت ساعة وبتاكل عدس وترمي أطفالها في المدارس الحكومية وهي بتقول إن شاء الله ربنا يكرمك وتطلع دكتور، والنتيجة يطلع دكتور بس يشتغل ديليفري في أوروبا. الحرب العالمية الثانية والإنفلونزا الأسبانية والبروفا الأولى، نرجع شوية بالزمن. الحرب العالمية الأولى خلصت والدنيا ولعت، لكن الغريب مش الحرب، الغريب الإنفلونزا اللي ظهرت بعدها. الإنفلونزا الأسبانية اللي موتت أكتر من 50 مليون إنسان، يعني أكتر من اللي الحرب قتلتهم أصلا. مين اللي صنع الفيروس؟ وليه ظهر فجأة؟ العلماء في كام مصدر قالوا إن الفيروس تم التلاعب في معسكرات الجيش الأمريكي، بعدها انتشر في أوروبا وآسيا والناس ماتت بالملايين. وقتها كانوا لسه بيجربوا يشوفوا رد الفعل، يشوفوا إزاي تقدر تسيطر على شعوب كاملة من غير طلقة واحدة. الحرب الفيروسية، الجيل الجديد من أسلحة الدمار. دخلنا بقى في العصور الحديثة وادينا عايشين وشفنا بأم عنينا اللي بيحصل. فاكر أول ما قالوا فيه فيروس اسمه كورونا؟ فاكر؟ اقعد في البيت، اغسل ايدك، ما تلمسش وشك. والله حاجات كنا بنضحك عليها في الأول، لكن بعدها لقينا دول كاملة بتوعى اقتصاديا، ناس بتختفي، شركات بتفلس، لقاحات بتتباع بالمليارات، والمصانع الكبيرة بتشتري مصانع صغيرة بالدولار الرخيص. يا معلم اللي حصل مش صدفة، ده خطة. والله حرب من نوع جديد، مفيهاش دبابات ولا صواريخ، لكن نتيجتها أعمق وأشرس. أدوات الإبادة الناعمة اللي بيفكر إنهم هيجوا يضربونا بصاروخ من غير مقدمات يبقى مش فاهم، دول بيلعبوا من تحت لتحت. الغذاء المعدل جينيا، ومكرونة ورز فيهم هرمونات ونكهات ومبيدات وانت مش داري، جسمك بينهار ببطء من غير ما تحس. التعليم الموجه، تديك تعليم يخليك حافظ مش فاهم، وتفضل في دوامة تشتغل من 9 ل5 علشان تشتري موبايل جديد بس ما تفكرش. الإعلام يلهيك بكورة وفنانين وطبيخ والسوشيال ميديا، نبوءة المليار واللي باقي منهم. الهدف مش يقتلوك بالسلاح، لأ، الهدف يخليك تموت وانت عايش، يتخلصوا منك وانت بتضحك، عن طريق الأمراض، الفقر، القهر، التعليم اللي بيكسرك، والميديا اللي بتخدرك. مؤتمرات عالمية اتقال فيها الكلام ده بالنص، زي مؤتمر كلوب روما وتقارير الأمم المتحدة عن الاستدامة السكانية، اللي ظاهر فيها انهم عايزين يقللوا استهلاك الموارد. طب يقللوها من مين؟ مننا احنا؟ احنا فين من ده كله؟ الحقيقة احنا قاعدين بنتفرج، بنتخانق على الكورة، بنهزر على التيك توك، ونسيب ولادنا يتربوا على مسلسلات مدبلجة. العالم بيتغير والأسلحة بقت بيولوجية. الختام، يا نجم القارة القطبية عالم الثالث،
الرسالة واضحة، انت مش مهم في الخطة إلا لو وعيت، إلا لو بدأت تفكر، لأن اللي بيمتلك الوعي بيقدر يفهم الخريطة، ووقتها ممكن تغير مصيرك صحي اللي حواليك. خليك انت اللي بيقول الحقيقة مش اللي بيضحك عليها. فكر، افهم. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.
الطاعون الأسود، الإنفلونزا الإسبانية، الإيبولا، الكورونا، سارس، إنفلونزا الطيور والخنازير. كل ده عبارة عن مراحل، تجارب، تصفيات. يا ترى ليه كل فيروس بيجي في وقت معين في توقيت اقتصادي حساس؟ وليه دايما بيدمر الشعوب الفقيرة والدول اللي مش تحت السيطرة؟ يا مساء الغموض ويا صباح الأسرار. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، لو انت أول مرة تنورنا في القناة، دوس لايك جامد كده واشترك وفعل الجرس وسيب كومنت حريقة تحت تقول فيه رأيك، عشان احنا بنقرأ كل حرف منكم وبنرد على الناس اللي بتدعمنا بكل حب. وشكر خاص بجد لكل الناس الجامدة اللي بتشوف فيديوهاتنا واللي بتبعتهم لأصحابهم. وانت بقى انت لو بتحب الغموض ونفسك تكشف أسرار العالم، دوس شير دلوقتي على الواتساب وابعته لصاحبك الفضولي وقول له بص القنبلة دي. انت دلوقتي مع هاروت اكس، قناة بتكلمك عن اللي محدش عايزك تعرفه. نخش بقى في المهم. عارف الطاعون الأسود، المرض اللي مسح نص أوروبا في القرن ال14؟ الناس كلها كانت فاكرة إنه مرض طبيعي، بس فين الطبيعي في مرض بيقتل 200 مليون بني آدم؟ يعني تقريبا عدد سكان العالم وقتها كان بيخلص خلاص. طب مين اللي استفاد؟ وهنا بقى لازم نفك اللغز. في نظرية مرعبة بتقول إن فيه قوة خفية، قوة ماسونية كانت بتمهد من زمان لفكرة اسمها المليار الذهبي. يعني إيه؟ يعني العالم لازم يقل سكانه ويوصلوا لمليار واحد بس. الصفوة، النخبة، هم بس اللي يعيشوا ويتحكموا في الباقي. تعال نربط النقاط. الطاعون الأسود، الإنفلونزا الإسبانية، الإيبولا، الكورونا، سارس، إنفلونزا الطيور والخنازير. كل ده عبارة عن مراحل، تجارب، تصفيات. يا ترى ليه كل فيروس بيجي في وقت معين في توقيت اقتصادي حساس؟ وليه دايما بيدمر الشعوب الفقيرة والدول اللي مش تحت السيطرة؟ مش غريبة؟ في وثائق قديمة بتقول إن فيه تجارب بيولوجية كانت بتتعمل سرة من أيام الحرب العالمية وقبلها كمان. وفيه منظمة ماسونية قديمة جدا كان عندها القدرة توزع أمراض في الماء والهواء حرفيا، واستخدموا حاجات شبه البراغيث والقوارض كوسيلة نشر. يعني الطاعون الأسود ما كانش عشوائي، ده كان مرسل. تعال ارجع بالزمن شوية. اللي بيقولوا عليه الموت الأسود بدأ في آسيا وانتقل لأوروبا عن طريق السفن. بس الغريب إن السفن دي كانت بتمر بمواني معينة تحت سيطرة تجار معروفين بانتماءاتهم الغامضة. وتقارير زمان بتقول إن في أكياس فيها مواد مشبوهة كانت بتترمي في المية. وده مش بعيد خالص عن اللي بيحصل دلوقتي من فيروسات بتطلع فجأة وتضرب العالم كله. ودايما الضحايا من الشعوب الغلبانة، مش الأغنياء ولا رؤوس السلطة. فاكر لما الكورونا بدأت قعدنا نقول خفاش وسوق سمك؟ ونفس القصة بتتكرر من أيام الطاعون. يرموا السبب على حاجة بسيطة والناس تصدق، بس تحت الترابيزة في خطة قديمة لتقليل عدد سكان العالم وتدمير المجتمعات اللي ممكن تقوم تاني وتفوق. خلاصة الكلام، الطاعون الأسود ما كانش وباء طبيعي، ده كان بروفة قديمة جدا للي بيحصل دلوقتي. وفي جهات ماسونية كانت دايما بتجرب وتشوف رد فعل الشعوب وتتحكم في عدد السكان عشان يوصلوا للحلم الكبير، عالم فيه مليار واحد بس والباقي يمسح. لو لسه معانا لحد هنا فانت من الناس الواعية اللي بتفهم. اكتب في الكومنت أنا ضد المليار الذهبي، وخلينا نشوف جشنا العقلي عامل ازاي. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس وساهم معانا في نشر الوعي، وشير الفيديو ده لصاحبك اللي دايما بيسأل هو فعلا في ناس بتتحكم في العالم؟ احنا قناة هاروت اكس وبنفكرك ان اللي انت شايفه مجرد سطر.
تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام. في حاجات حوالينا محدش عايزك تعرفها، أماكن مش مسموح تدخلها، معلومات متشالة من الكتب، وتواريخ اتحرفت قصداً، تاريخ اتكتب بدماغهم مش بالحقيقة. في القناة دي احنا بنقلب في الدفاتر القديمة وبنكشف لك أسرار ما وراء الكواليس. لو مهتم تدخل معانا العالم ده دوس لايك واعمل اشتراك وخليك جزء من عالم هاروت.